ناس كتير مننا يمكن ما تعرفش إن أمريكا مليانة بالجماعات اللي بتعبر عن نفسها، سواء نفسها ده كان عرقي، سواء كان عقائدي، أو حتى فكرة بتجتمع عليها مجموعة من الناس. والجماعات دي أو أغلبها بتكون بعيدة عن أي عمل سياسي ظاهر، لكنها في الأغلب بتكون جماعات ضغط للحزبين الكبار. يعني مش صعب عليك إنك تعرف إن الجماعات اليمينية والدينية منها بتدعم الحزب الجمهوري، وإن أغلب أعضائها بينتمي للحزب ده. كمان مش صعب عليك إنك تعرف إن الجماعات اليسارية والعرقية الغير بيضاء بتميل للحزب الديمقراطي. وعلى مدى أكتر من 100 سنة من عمر أمريكا، الجماعات اليمينية هي اللي كانت في الصورة دايما. طبعا احنا لما بنتكلم عنها بيبقى لازم يجي في ذهنك الميليشيات اللي بتتبعها وما يتبعها من أعمال عنف على مدار الزمن. لكن الجديد بقى إن الجماعات اللي قصادها بقى لها ميليشيات برضه، ولعل اللي حصل للناشط الأمريكي تشارلي كيرك خير دليل على هذا الكلام. الميليشيات العرقية واللي بتميل ناحية اليسار بقى لها أنياب قوية جدا في أمريكا كرد فعل للي بيحصل من الحكومة اليومين دول، واللي بتتبع سياسة التهجير القسري لغير الأمريكان. هنا بيجي المخرج بول توماس أندرسون ويلقط الموضوع كده فيعمل حكاية خيالية حبتين، حكاية منبثقة من الواقع الموجود دلوقتي. جماعة يسارية مسلحة بتهدف لتحرير الرهائن المهاجرين بتقع في شر أعمالها لما بيقع في سكتهم كولونيل سايكوباتي منضم لجماعة يمينية بيعجب بواحدة منهم أما بتقبض عليه في عملية من العمليات، وأما بتطلق سراحه بيكون عنده هاجس مش سوي تجاهها فبيتتبعها لحد ما يوصلها. الست دي أصلا متجوزة فرد من الجماعة واللي بيساعدها في كل عملياتها، وبمرور الوقت والأيام بتحمل وبتخلف بنت، فبيكون عند جوزها قدر من المسؤولية في إنه يرعى البنت دي، عكس أمها اللي بتكون عندها الشرارة الثورية اللي ما بتهداش، فبتسيب البيت وبتنشغل أكتر وأكتر بالعمليات لحد ما بتقع أخيرا في إيد الحكومة. وهناك بيقابلها الكولونيل مرة تالتة ويساومها على حريتها مقابل الكشف عن أعضاء التنظيم، في الوقت اللي بيقرر التنظيم تهريب الزوج والطفلة لمكان بعيد عن أنظار الحكومة بهوية جديدة، وانقطع عن التنظيم 15 سنة كاملين بتكبر فيها البنت ويربيها بعيد عن المشاكل، لحد ما بيقدر الكولونيل المجنون يوصل لهم بعد السنين دي كلها لغرض في نفس يعقوب بتكشفه الأحداث. على المستوى الشخصي ما كانش الفيلم ده مثير للانتباه بالنسبة لي. فيلم أوسكاري بيظهر في آخر السنة جنب الباقيين، هياخد نصيبه من الترشيحات في موسم الجوائز، وأكيد هينولوا من الحب جانب. الجديد هنا إن التقييمات كانت عالية جدا، والبعض أشار إنه أحسن أفلام ديكابريو من 10 سنين، وإن الأوسكار التانية بتطبخ على نار هادئة. ليو حرفيا مثل شخصية واحد عبيط مش عارف راسه من رجله، لكن الحظ بيقف جنبه حبتين تلاتة، والراجل في الحقيقة أجاد الدور جدا، ومن الواضح جدا انه تقمص الدور جدا، تقمصه قوي 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 لدرجة انها فضلت ملازماه في الحقيقة. وبالرغم من إجادة ديكابريو بتيجي الناس تشاور على البطل رقم 2 النجم الكبير شون بين، غني عن التعريف. يكفي انه اعتلى منصة التتويج مرتين، واحد منهم كان دور اسطوري في فيلم اسطوري لأسطورة سينما عايشة لحد دلوقتي. بالنسبة لي هو عمل دور جميل جدا صحيح، لكن للأمانة ما هواش دور صعب، ده لأنها شخصيات أبعادها على الأقل معروفة وياما شفناها في السينما هنا وهناك. يمكن شون أضاف للشخصية أبعاد أخرى فيها خوف وقلق في نهاية الفيلم، ودي ممكن تكون نقطة قوة بالنسبة له أما الترشيحات تنزل. لكن اللي هيكون مؤسف فعلا لو الفنانة الشابة تشيس انفينيتي ما خدتش ترشيح الممثلة المساعدة، ده لأنها فعلا خطفت الأنظار بتمثيلها السلس جدا. نفس الأمر بالنسبة للنجم الكبير بينيسيو ديل تورو، ولو كان بنسبة أقل شوية. قبل الفيلم ده تلقى بول توماس أندرسون 11 ترشيح ما بين مخرج وكاتب سيناريو، وما كسبش ولا واحدة منها للأسف. عمل أفلام عظيمة أكيد، ولكن بيفضل There Will Be Blood هو المفضل بالنسبة لي، على الرغم من إن ماجنوليا بيتصنف إنه الأفضل عند ناس كتير. والسنة دي هيكون الفيلم ده هو الترشيح ال12 أو ال13 بالنسبة له، وأتمنى من كل قلبي إنه يكسب في الآخر. وعلى العموم الفيلم لحد دلوقتي هو رقم 1، لكني مقدرش اقول انه احسن فيلم واعظم فيلم واجمل واشيق والكلام ده كله، لان السنة لسه ما خلصتش، وشخصيا انا مستني فيلم كبير ينزل على نتفليكس في اخر السنة فنقدر نحكم عليه بشكل مناسب. كمان على الأقل يكون عندنا مزيد من الوقت نستوعب فيه إن وقت ما العالم كله بقت عنده الرؤية الواضحة للأحداث ومجرياتها، تيجي حضرتك تعمل حاجة مش مفهومة.
احنا في الأول وفي الآخر بشر، وصعب إننا نفصل الحاجات عن بعض، لأننا أهل المنطقة دي وأصحاب حق. آسف على الإطالة.